بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله عليكم الصلاة ونحافظ على تربية أولادنا ونحافظ على حماية عقيدتهم. التوحيد أولا. التوحيد أولا. كلمة التكبير التي نكبرها ونرددها لا بد أن نزرعها في قلوب أولادنا. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد. إخواني ولا ليالسنا نودق ما يندد ما هدي إلهي نعمدي سأيكم وقتمني عيدي هوران ولما أقلاري إن الدكان فرصة وحانو هل إن الدكان صلاتي أن دكاني صبر مليهين سيدا سأنوك العرضين. بارك الله فيكم. هل الصبر قفل بابا وبحيا قفل بابا وبحيا الصبر جزاكم الله خيرا. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. إخواني قد مر علينا إن شاء الله قد مر علينا من الشهور الماضية ما مر الوباء الذي مر على العالم وما زال مستمر. هذا يدل على قدرة الله تبارك وتعالى أنه لا ملجأ لنا ولا منجا إلا إلى الله تبارك وتعالى. فلنعد إلى الله تبارك وتعالى ولنتب إليه ولنعد يا عباد الله. الله سبحانه وتعالى قد جمع في هذه الساحة وفي هذا المصلى كثيرا من إخوانكم قد صلوا معكم ليسوا معكم الآن لنتذكرهم هؤلاء يا عباد الله ويكون مصيرنا مثل مصيرهم. فلنتب إلى الله ولنستفيد. أنفاسنا هذه معدودة محسوبة علينا فلنستفيد منها. كلما طال عمرنا إن لم نستفيد خيرا فقد خاب وخسر. من طال عمره وحسن عمله هذا الذي فاز ونجا. أما من طال عمره ولم يحسن عمله فهذا الذي خاب وخسر. فالحياة الدائمة النعيم المستقر الذي قرأت عليكم هذه الآيات لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة. هذه في الجنان عند رب العالمين. هذه هي الحياة الدائمة. هذه هي الحياة الحقيقية. فلنعمل لتلك الحياة. هذه حياة ممر لا حياة مقر. هذه دار ممر لا دار مقر. وإن الآخرة هي دار القرار. فلنتذكر هذا يا عباد الله. الله عليكم. الله عليكم. اجعلوا الموت بين عينيكم ليعلم كل واحد منا أنه ينتظره. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم كفى بالموت واعظا كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فالفوز والفلاح في الدار الآخرة. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذه هي العقيدة يا عباد الله التي ينبغي علينا ويجب علينا أن نزرعه في أولادنا. غدا لا يسألني الله ولا يسألك أنت هل طفلك حامل للدكتوراه ولا حامل للماجستير ولا تخرج من أعرى الجامعات. ولكن سيسألك هل علمته آية من كتاب الله. سيسألك هل علمته التوحيد. سيسألك هل ربيته التربية الواجبة عليك التربية الإسلامية الصحيحة. علينا أن نربي أنفسنا أولا ثم أولادنا. نحن نعاتب على أولادنا وعلى أهالينا والعتب على الرجال ليس على النساء ولا على الأطفال. علينا أن نربي أنفسنا التربية الإسلامية الصحيحة. أن نعمل ما أمرنا الله تبارك وتعالى وأمرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم
وسلم أن نسلك سبيل الله تبارك وتعالى، عندها يكون الفلاح والنجاح. فاتقوا الله تبارك وتعالى. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الأيام القادمة أيام التشريق، التكبير المطلق والتكبير المقيد علينا أن نلتزم، هذه سنة قد موتناها. التكبير المطلق والتكبير المقيد بعد صلوات الفريضة إلى آخر عصر يوم التشريق، عصر يوم 13 علينا أن نكبر ونواصل هذا التكبير. واعلموا يا عباد الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله تبارك وتعالى، فأوسعوا على الأهل. هذه الأيام القادمة أيام أكل وشرب، فأوسعوا على الأهل، فجزاكم الله خيرا. وكبروا تكبير المطلق في الأسواق وفي المساجد وفي كل الأماكن. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. بارك الله فيكم، وأكثروا من الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الصحابة الكرام، عن أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي بن السبطين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظ لنا ذرياتنا وأهلنا وأولادنا وزوجاتنا، اللهم ردهم إليك ردا جميلا. اللهم ثبتهم على الإيمان وثبتهم على الإسلام. اللهم احيهم على الإيمان وأمتهم على الإسلام، واحشرهم مع الصالحين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك